ازيكم؟ الفرق بين اني احط هواء ونيتروجين في كاوتش العربية. اولا علشان تعرف الفرق لازم تعرف المكونات بتاعة الهواء والنيتروجين. الهواء بيحتوي على الاكسجين والنيتروجين وغازات تانية كتير. اما النيتروجين بيحتوي على النيتروجين بنسبة كبيرة بتصل ل 95 ل 99%، وهقول لك توصل النسبة دي ازاي في الاخر. تاني حاجة التمدد الحراري. الهواء بيتمدد وينكمش بشكل كبير بتغيير درجات الحرارة. مثلا الصبح والجو بيكون بارد بينقص تقريبا 4 درجات، يعني لو كنت ظابط على 32 الصبح هيبقى 28، ولما تمشي ودرجة الحرارة تزيد ممكن يزيد لغاية 10 درجات، يعني يوصل ل 42، ولو مشيت بسرعة ممكن يزيد أكتر. وده طبعا خطر بالذات لو كنت مزود الكاوتش بزيادة. أما النيتروجين بيتمدد وبينكمش بشكل أقل بكتير مع تغيير درجات الحرارة، عشان كده بيحافظ على ثبات ضغط الإطارات بشكل أفضل. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، التسريب. لازم تعرف إن الهواء ممكن يتسرب من الإطارات بشكل أسرع بكتير، وده نتيجة لأن جزيئاته صغيرة بتخليه أسرع في التسرب. وطبعا لو دخل مسمار أو اتخرم الكاوتش بيزيد التسريب بشكل سريع جدا. أما النيتروجين بيتسرب بشكل أبطأ بسبب حجم جزيئاته الكبيرة، طبعا ده بيديك وقت أطول عشان تلحق تروح لحد متخصص في الكاوتش. وطبعا يفضل إن تكون عربيتك مزودة بجهاز ضغط الإطارات أو نازل فيها أصلا، عشان تبقى متابع طول الوقت الضغط داخل الإطارات. معنى كده إن استخدام النيتروجين في الإطارات بيزود الأمان وبيطول عمر الإطارات بشكل أحسن. نيجي بقى للنقطة المهمة، إزاي أغير من هواء النيتروجين بطريقة صحيحة. أول حاجة المفروض إني أروح لمكان موثوق منه، يعني مكان أنا ضامن إنه بيحط نيتروجين بجد. تاني حاجة يفضل إني أخليه يفضي الهواء خالص ويضيف نيتروجين لغاية لما الكاوتش يترفع عن الأرض، وبعد كده يفضيه تاني ويملى نيتروجين. وبكده ابقى ضمنت لك ان فردة الكاوتش تقريبا فيها اعلى نسبة نيتروجين. سلام.